بعد العثور على امرأة متوفاة في إحدى الغابات في سيليانا، تم إعلام النيابة العمومية بالأمر، اللي توجهوا إلى مكان الحادث، حيث تم العثور على امرأة في الستينات من العمر وقد فارقت الحياة. ولمعرفة أسباب الوفاة والمشتبهين في القضية أبقوا معنا، وما تنساوش الاشتراك في القناة وضغط زر الإعجاب. وللي ما يعرفنيش، أنا حميد زغدودي، نتبع القضايا ونحكي على أسرارها. وإذا يعجبك المحتوى هذا اشترك في القناة. في حادثة جديدة تهز ولاية سيليانا، تم العثور على امرأة مسنة في الستينات من العمر مقتولة في إحدى الغابات. وحسب الناطق الرسمي باسم محكمة سيليانا، فإن سبب الوفاة كان الخنق مع طعنتين في منطقتين مختلفتين من الجسد، عكس ما يروج إن المرأة ماتت مذبوحة. وحسب شهود عيان، فإنهم شافوا الضحية رفقة زوجها صباح يوم الحادثة 24 أبريل 2025، وكانوا بصدد التجول في المنطقة اللي صارت فيها الحادثة، وكان زوجها آخر واحد يشوفوه معها. وحسب الناطق الرسمي باسم محكمة سيليانا، فإن الزوج هو المشتبه فيه الأول، وأنه لحد هذه اللحظة لم يتم الإمساك به وقد اختفى عن الأنظار. وتجدر الإشارة إلى أن الزوج والضحية يسكنوا في تونس العاصمة، وجاءوا في زيارة لأقاربهم في ولاية سيليانا. وحسب بعض الشائعات، فإن الزوج والزوجة كانوا متعاركين، لأن الزوج باع داره في تونس العاصمة وصرف الفلوس الكل في أشياء تافهة، مما أثار غضب الزوجة ومشات غضبانة لدربوها.